في الفيديو ده هقولك ايه الدول اللي ممكن تسافر لها بجواز السفر المصري بدون تأشيرة او بتأشيرة عند الوصول، وايه الحاجات اللي تخلي بالك منها. الفيديو ده هيبقى متقسم جزئين، الجزء الاول دول بدون تأشيرة نهائي للمصريين، والجزء التاني دول بتأشيرة عند الوصول. عايزك تجهز كوباية الشاي الجميلة بتاعتك وتابع معايا الفيديو. هنبتدي بالجزء الاول وهو دول بدون تأشيرة للمصريين، يعني مش مطلوب منك خطاب من جهة العمل، ولا مطلوب منك كشف حساب بنكي، ولا مطلوب منك تروح للسفارة، مش مطلوب منك اي حاجة حرفيا. كل اللي انت هتعمله هتحجز تذكرة الطيران ذهاب وعودة وتطلع على المطار وتسافر. بس هل الموضوع بالسهولة دي؟ الإجابة ولا في نفس الوقت، لأن ده ينطبق فعلا على بعض الدول، لكن في بعض الدول التانية فيها شروط مختلفة شوية وهقول لك ليه في الشرح. لو فتحنا كده الخريطة ونبتدي نقسم كل قارة ايه الدول اللي ممكن تسافر لها من غير فيزا أو بتأشيرة عند الوصول. هنبتدي بالدول الأوروبية. هل في دول أوروبية أصلا ممكن تسافر لها بجواز السفر المصري من غير أي تأشيرة نهائي؟ الإجابة المفاجأة عندك دولتين في أوروبا تقدر تسافر لهم من غير أي تأشيرة. أول دولة هي مونتينيجرو أو الجبل الأخضر، دي من الدول الجميلة جدا وفيها طبيعة خلابة. وتاني دولة هي ألبانيا ومكانها تحت مونتينيجرو على طول. الدول دي اقتصاديا تعتبر أقل بكتير من باقي الدول الأوروبية زي فرنسا وألمانيا، ولكن هي دول سياحية قوية جدا، هتشوف فيها مناظر طبيعية وخلابة زي الدول الأوروبية الكبرى، ولكن بأسعار وبتكلفة أقل بكتير. فهنا الدول دي مش إنك تروح تشتغل فيها، أنا بتكلم عن إنك رايح تتفسح وحابب تشوف مناظر طبيعية أو جبال خضراء زي باقي الدول الأوروبية ولكن بتكلفة أقل. طب هل الدول دي فعلا مفيش أي أوراق نهائي مطلوبة؟ هو نظريا مش مطلوب منك أي حاجة، ولكن عمليا على أرض الواقع لازم تسافر ضمن شركات سياحية معينة بدون ذكر أسماء الشركات. هي بتكون عاملة تعاقد مع الدول دي وبتعتبر هي الكفيل اللي بيضمنك، وبناء عليه الشركة مش بتقبل أي عميل. يعني نفترض إن أنت ما سافرتش قبل كده وجواز سفرك أبيض حرفيا وبتشتغل شغل الراتب بتاعه نوعا ما قليل، فهنا الشركة للأسف هترفض. لكن لو أنت سافرت قبل كده كذا دولة وبتشتغل، فهنا موقفك هيكون أفضل ونسبة قبولك هتكون عالية. فالخلاصة إن أنت مش مطلوب منك أي أوراق بالنسبة للدول دي، لكن شركة السياحة في مصر هي اللي بتطلب منك الحاجات دي، لأن هي اللي متحملة مسؤوليتك بشكل كامل. كده خلصنا الدول الأوروبية، ندخل بقى على الدول العربية. للأسف هما دولتين بس، رقم واحد لبنان ورقم اتنين الأردن. أول حاجة لبنان بتبقى الفيزا عند الوصول في المطار، يعني مش مطلوب منك أي أوراق، ولكن الحاجة الوحيدة اللي مطلوبة منك إن يبقى معاك فلوس كاش 2000 دولار وبيسألوا عليهم في المطار. احيانا محدش بيسأل، ولكن لازم تبقى عامل حسابك. طب لو انت مش معاك 2000 دولار هتعمل ايه؟ عندك حل بديل، انك تروح سفارة دولة لبنان وتطلع فيزا من عندهم، وفي المقابل مش هيبقى مطلوب منك شرط ال 2000 دولار. بالنسبة للأردن فهي بدون تأشيرة نهائي، مش مطلوب منك أي حاجة غير تذكرة الطيران. ولكن خلي بالك إن رغم إن الأردن من غير فيزا للمصريين، ولكن للأسف نسبة كبيرة من المصريين بيرجعوا تاني ومش بياخدوا ختم الدخول. الحقيقة أنا معرفش المشكلة فين بالظبط، ولكن حبيت أقول لك المعلومة عشان تبقى واخد بالك. وآخر حاجة بالنسبة للدول العربية سواء الأردن أو لبنان، فالدولتين مطلوب منك حاجة اسمها تصريح أمني. ده إجراء تبع مصر ملوش أي علاقة بالأردن أو لبنان. التصريح الأمني ده بيكون فيه بعض الدول عشان تسافر ليها فلازم تقدم طلب عشان تاخد موافقة أمنية إن مسموح لك تسافر البلد دي، ومن ضمن الدول دي الأردن ولبنان. المفروض قانونا مطلوب منك تصريح أمني سواء للبنان أو الأردن، ولكن أحيانا في ناس بتعدي من غير تصريح، ولكن ده بيعتمد حسب ظروف كل واحد وحسب كل دولة. يعني أنت مثلا لو باسبورك مكتوب فيه طالب ومش بتشتغل، لو جيت تسافر لوحدك هيوقفوك في المطار وبنسبة كبيرة مش هتعرف تسافر. لكن لو نفس حالتك انك طالب بس مسافر مع والدك او والدتك او مع جروب سياحي، فهنا ممكن تعدي من غير تصريح. فنصيحتي ليك قبل ما تسافر اتصل الاول بإدارة الجوازات واشرح لهم موقفك بالظبط عشان تعرف هل مطلوب منك تصريح ولا لا. وانا ان شاء الله قريب هعمل لكم فيديو هشرح فيه بالتفصيل ازاي تعمل التصريح الامني. كده خلصنا الدول العربية، ندخل بقى على الدول الاسيوية. الدول اللي من غير اي تأشيرات نهائي عندك ماليزيا، هونج كونج، ماكاو، ايران. اما الدول اللي فيزا عند الوصول عندك اندونيسيا، جزر المالديف، كمبوديا، نيبال، سريلانكا. هنبتدي بالدولة اللي من غير تأشيرات، يعتبر افضل دولة فيهم هي ماليزيا. ماليزيا دولة جميلة جدا، هتشوف فيها الطبيعة والجبال الخضراء والغابات، حاجة جميلة جدا. وفي نفس الوقت عندك مدن متقدمة جدا زي دبي لو بتحب الابراج العالية او ناطحات السحاب. وزي ما قلت مش مطلوب منك لا تأشيرة ولا اي اوراق، لكن هيبقى مطلوب منك تصريح امني زي اللي اتكلمنا عليه في لبنان والأردن. وزي ما نصحتكم اتصل قبل ما تسافر واعرف موقفك ايه بالظبط، وهل مطلوب منك تصريح امني لحالتك ولا لا. بالنسبة لهونج كونج فهي دولة متقدمة جدا، دولة جميلة جدا، ولكن المشكلة ان نسبة انك تدخل الدولة ضعيفة شوية. اغلب المصريين للاسف بيرجعوا وبيترحلوا تاني، فلو هتسافر اعرف ان انت وحظك يا اما هتدخل يا اما لا. بالنسبة لماكاو فهي جزر صينية كانت تحت الاحتلال البرتغالي،
هي حاليا بقت تبع الصين، لكن من الاماكن الجميله جدا واللي بتتميز بالمعمار الاوروبي. واخر حاجه ايران، وانا ما انصحكش بيها لان وجود ختم الدخول لايران على الباسبور بتاعك هيعرضك لمشاكل لو انت مسافر لدول تانية زي امريكا وبعض الدول الاوروبيه. فبالنسبه لي شايف ان افضل دوله فيهم من الدول اللي من غير فيزا هي ماليزيا. اما الدول اللي بتاشيره عند الوصول فعندك رقم واحد اندونيسيا، من الدول الجميله جدا واللي انا سافرتها بنفسي قبل كده وشفت قد ايه شعبها طيب جدا. وعايز اقول لك ان اندونيسيا دوله كبيره جدا فيها حوالي 17000 جزيره. انت متخيل الرقم؟ 17000 جزيره، كل جزيره منهم ليها ثقافه مختلفه تماما عن التانية. فهي دوله تستحق ان انت تزورها وهتستمتع جدا فيها. ومن تجربتي الشخصية انت مش مطلوب منك اي اوراق، ولكن هي من الدول اللي هيبقى مطلوب منك تصريح امني. رقم 2 عندك جزر المالديف، وطبعا دي مش محتاجة كلام، لكن الحلو ان انت مش مطلوب منك تصريح امني، يعني انت اخرك تحجز طيران وتسافر على طول. رقم 3 كمبوديا، ودي دولة تحت تايلاند على طول، وبرضه مش مطلوب منك تصريح امني، ولكن خلي بالك ان كمبوديا لازم تدخلها طيران. لو دخلتها بري من حدود فيتنام او تايلاند او لاوس هتترحل وترجع البلد اللي انت جاي منها، وعلشان ترجع من اي بلد فيهم هيبقى مطلوب منك تعمل تأشيرة جديدة. حوار طويل كده انت في غنى عنه. كمان خلي بالك ان رغم ان الفيزا عند الوصول، لكن للاسف الجوازات هناك بيرخموا جدا على المصريين، فالافضل انك تقدم على التأشيرة اونلاين بلاش عند الوصول. رقم 4 سريلانكا، رغم ان هي دولة فقيرة وشعبهم على قد حاله، لكن هي دولة جميلة جدا سياحيا وفيها مناظر طبيعية ومش مطلوب منك تصريح أمني وإجراءاتها سهلة ومش معقدة. رقم 5 نيبال، ودي دولة بين الصين والهند، هي بلد على قدها شوية، بس لو انت شخص رحالة وبتحب السفر فهي بفيزا عند الوصول ومن غير تصريح أمني. رأيي الشخصي ان أفضل دولة من الدول اللي بفيزا عند الوصول هي اندونيسيا. يبقى بالنسبة لقارة آسيا من وجهة نظري الشخصية أفضل دولة من غير تأشيرة هي ماليزيا، وافضل دوله بفيزا عند الوصول هي اندونيسيا. ندخل بقى على دول امريكا الشماليه. بالنسبه للدول اللي من غير فيزا للمصريين، رقم 1 دومينيكا، رقم 2 هايتي، رقم 3 باربادوس، رقم 4 سانت فينسنت. اما الدول اللي بفيزا عند الوصول هي دولة واحدة اسمها نيكاراجوا. وبالنسبة لدول أمريكا الجنوبية عندك الدول اللي من غير فيزا مفيش ولا دولة، لكن بالنسبة للتأشيرة عند الوصول عندك رقم 1 بوليفيا، رقم 2 كولومبيا، رقم 3 الإكوادور، رقم 4 غيانا، رقم 5 سورينام. بس يؤسفني أقول لك مش هتقدر تسافر ولا دولة فيهم. حد هيقول لي مش أنت قلت لنا إن الدول دي من غير فيزا للمصريين أو بتأشيرة عند الوصول؟ هقول لك كلام جميل، بس الفكرة بقى إن الدول دي كلها مفيش طيران مباشر، يعني أنت في الأغلب محتاج تنزل ترانزيت في دول أوروبية أو ترانزيت في أمريكا، وفي الحالتين مش هينفع أصلا تركب الطيارة حتى لو ترانزيت، لان هيبقى مطلوب منك تأشيرة الدولة اللي انت رايح ترانزيت عليها. لكن الاستفادة هنا لفئة معينة، لو انت مثلا معاك تأشيرة امريكا هتقدر تسافر الدول دي بسهولة من غير اي مشكلة. فهنا الدول دي مش هتنفع لكل الفئات للاسف. وكمان الدول دي مش مطلوب منها تصريح امني، وده لان مفيش طيران مباشر، فاصلا كده كده صعب تسافر للدول دي. ندخل بقى على اخر حاجة وهي الدول الافريقية. الدول اللي من غير فيزا للمصريين عندك رقم 1 غامبيا، رقم 2 كينيا، رقم 3 بنين، رقم 4 غينيا، رقم 5 موريشيوس، رقم 6 رواندا. افضلهم من وجهة نظري الشخصية رواندا، لان رواندا من الدول المتقدمة جدا، واهم حاجة ان فيها امان وهتستمتع فيها. ويجي بعدها على طول موريشيوس، وهي جزيرة تعتبر صغيرة جدا في البحر، ولكن فيها مسلمين كتير وفيها اكل حلال، والبلد صغيرة جدا ودي ميزة انك تقدر تلف البلد كلها. اما باقي الدول فانا ما انصحكش بيها. بالنسبة للدول اللي بفيزا عند الوصول عندك تنزانيا، زيمبابوي، السنغال، مدغشقر، غينيا باساو، غانا، جزر القمر، بوروندي. الافضل فيهم ممكن نقول جزر القمر، هي جزيرة صغيرة في وسط البحر ولكن بلد جميلة وامان. ويمكن انا ما اتكلمتش عن باقي الدول لان يعتبر هي مش دول سياحيه، وفي نفس الوقت الامان اقل بكتير من باقي الدول، وبنفس التكلفه تدفعها افضل في دوله زي ماليزيا او اندونيسيا. يبقى كده احنا غطينا تقريبا كل الدول. وعشان الخص لك افضل الاختيارات، بالنسبه لاوروبا عندك مونتينيجرو والبانيا، ولكن لازم عن طريق شركات سياحيه معينه. بالنسبه للدول العربيه عندك لبنان. الدول الاسيويه عندك ماليزيا واندونيسيا. طبعا زي ما قلت لك قاره امريكا الشماليه والجنوبيه مش هتعرف تسافر لان مفيش طيران مباشر. بالنسبه لافريقيا عندك رواندا. وعايز أأكد إن الاختيارات دي بالنسبة للدول اللي من غير فيزا للمصريين أو بفيزا عند الوصول، لأن في دول تانية حلوة جدا ولكن بتبقى بتأشيرة وأوراق مطلوبة. لكن هنا أنا بكلمك عن الدول اللي مش مطلوب منك أي أوراق ولا مطلوب منك تروح سفارة. وبس كده. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. لو عندك أي أسئلة اكتب لي في الكومنتات وأنا هرد عليك. ولو محتاج استشارة مدفوعة عن السفر والهجرة هسيب لك لينك الحجز في ديسكريبشن الفيديو. شكرا لكم. سلام عليكم.